انت كده بتقرر فشلي وانا مصممه اني انجح. خلاص يا ستي، انا هسيبك تحاولي. محتاجه وقت قد ايه قبل ما ترفعي الرايه البيضاء؟ اسبوع 10 ايام. شاهدين يا ولاد. انا بقى اراهن ان ماما هتنجح. وانت مختار رايك ايه؟ اكيد ان شاء الله هتنجح، بس طبعا لو حضرتك ساعدتها برضه خبره حضرتك ليها احترامها يعني. كلامك يا سيدي صح، بس المشكله ان مامتك مش عايزه تسمع الكلام ومصممه انها تحاول لوحدها. انا اي نسبه نجاح انجحها في حاجه فشل فيها الانصاري تعتبر نجاح ساحق. طب واحنا ليه ندور بس على نسبه بسيطه واحنا قدامنا نسبه كبيره ومضمونه؟ احنا مش اتفقنا على اسبوع او 10 ايام هنرجع تاني في كلامنا؟ لا لا لا، ولا هنرجع ولا حاجه خالص. بس انا ليا طلب عندك، ما تستعجليش في اي قرار تاخديه، لان القرار الغلط ممكن يكلفنا ملايين. نعم. ايه؟ صلاح ابو مختار مات؟ انت عارف انك تستحمل. جهز التقرير بتاعه على ما اتصل بأمجد. إنا لله وإنا إليه راجعون. الو. ايوه. اه. لا حاضر، فهمت. بكره الصبح هكون عندكم. مع السلامه. شغل. يا ولاد، مش هتطلعوا تناموا انتوا ولا ايه؟ انا طالع. تصبحوا على خير. انت من اهل حاجه. انا بقى مش جايلي نوم، هطلع اقعد شويه كده على البسين وبعدين انام على طول. قول لي بقى، كان شغل ولا ايه؟ صلاح، تعيش انت. بس قولي لي، تفتكري مختار يكون خد باله؟ لا ما افتكرش. وبعدين انا ما اعرفش حد من اهل صلاح، مش عارفه اكلم مين. احنا كل اللي يهمنا مختار، مش حد تاني. طيب تفتكر اقول له دلوقتي ولا بكره الصبح؟ لا انا من رايي سيبيه يرتاح دلوقتي وبكره بيقولي له. تصبح على خير. ما انت من اهله. ايه؟ مات؟ متشكر قوي يا دكتور عادل. السلام. يا رب لو ترضى بيا يا ولد صالح، اقبل دعائي. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه في فسيح جناتك يا رب. انت عرفت؟ عرفت. كلمت الدكتور عادل وقال لي ان ابويا مات. يا حبيبي ابوك مات بس سايب راجل، وراجل قد المسؤوليه. مش قادر. غصب عني.
يا ابني، ما كنتش احب اشوف دموعك دي ابدا. انا من رايي يا حبيبتي انك انت بعد ما تطلعي من الجامعه بتاعتك تروحي تقضي بقيه اليوم عند عمتك، وانا هكلمك اقول لك ترجعي امتى لما العزا يخلص. بس لو ما جيتش معاكم مختار هيزعل مني. يا حبيبتي مختار مش هنقول له حاجه الليله، بكره الصبح هنقول له تكون انت خرجتي ورحتي الجامعه بتاعتك. طب ليه يا بابا مش عايز نحضر الجنازه والعزا؟ ميادة، انت لسه صاحيه؟ اطلعي نامي يا حبيبتي. طب تصبحوا على خير. وانت من اهلك. انت ايه اللي نزلك؟ تصور طلعت لقيت مختار مكلم الدكتور عادل وعرف ان ابوه مات. طب انا كنت عايز اخد رايك في حاجه. دلوقتي انا مش عايز مياده لا تروح الجنازه ولا تروح العزا. ولا انا كمان، بس انا مش عارفه اعمل ايه في الجنازه والدفنه، مش عارفه اعمل ايه. اكيد اهله هيدفنوه، هم اللي هيعملوا العزا. اهله مين؟ ده ملوش غير مختار، كل اخواته ماتوا، ملوش حد خالص. طب احنا ممكن نسال بنت اخته، انا كنت شفتها في المستشفى، جايز يكون موصيهم على حاجه معينه. معقول يا امجد يبقى ابنه موجود ونسال بنت اخته؟ احنا ندفنه عندنا وخلاص. عموما انا هخلي مختار يكلم الشيخ امين ويحصل اللي يحصل بقى. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. صدق الله العظيم. توفي إلى رحمة الله أخوكم صلاح الدين الشافعي، فمن يريد منكم أن يؤدي واجب تشييع الجنازة فسيجد بإذن الله وسيلة نقل من أمام الجامع الساعة 9 صباحا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لله الأمر من قبل ومن بعد، وكما وصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نذكر محاسن موتانا. أذكركم بأن الأخ المرحوم بإذن الله صلاح كان يكفل العديد من الأيتام والأرامل سراً من خلال هذه الجمعية، وكان صاحب مشروع إقامة مقابر الصدقة، وتبرع بشراء نصف المقابر لوجه الله، ونرجو من الله أن يجعلها في ميزان حسناته. إني داع فأمنوا. اللهم اغفر له. آمين. اللهم ارحمه رحمة واسعة. آمين. اللهم اجعل مثواه الجنة. آمين. ايه ده يا روح؟ انت لسه صاحيه؟ ده الساعه 4 الصبح. انا ما كنتش اعرف انك لسه بتحبيه للدرجه دي. بني ادم كلت معاه عيش وملح في يوم من الايام وهو في الاخر راح التراب. ايوه، هو ابو ابنك. ايه يا امجد، انت هتغير من واحد ميت؟ لا مش هغير ولا حاجه، بس انا بستعجب على تصرفاتك، كانه هو كان معيشك في نعيم وانا خدتك عشان اعذبك. استغفر الله العظيم.
انت عايزني افرح عشان ابو ابني مات؟ كمان بتحرم عليا الحزن عشان خاطر ابني؟ احزني زي ما انت عايزه، بس انا في حاجه جوايا كان نفسي اقولها لك من فتره. بصراحه كده حالنا اتلخبط من ساعه لما صلاح ده دخل في حياتنا من تاني. وهو مات. مات يا امجد، ارتاح وانت كمان ارتاح. انا عايز اسالك سؤال وعايزك تردي عليا بصراحه. ما دام انت كنت بتحبيه بالشكل ده، اتجوزتيني ليه؟ يا امجد، بعد 20 سنه بتسالني السؤال ده؟ ايوه، بعد 20 سنه، لان انا 20 سنه بحاول ان انا احقق لك كل اللي انت بتتمنيه، وفي الاخر الاقيكي حزينه برضه على فراق جوزك الاولاني. انا اسفه، انا اسفه اني حزنت، انا اسفه اني عيطت، انا اسفه يا امجد، اسفه. ده مات يا امجد، مات. ايوه هو مات، لكن واضح انه واخد جزء كبير قوي من مشاعرك. طب ممكن بقى تنساه وتقول الله يرحمه؟ الله يرحمه. لو قدرت تنسيه انا كمان هنساه. لا يا امجد، صعب ان انا انساه. ده ابو ابني اللي حته مني. يبقى الله يرحمني انا. ربنا يهديك يا امجد. انا عملت ايه بس يا ربي؟ يا ترى يا امجد ده حب ولا جنون ولا تأنيب ضمير؟